واش عمرك لاحظتي ان نفس الحاجه تقدر تدمر شخص وشخص اخر تقويه؟ مشكله وحده تقدر تهرس واحد، ونفس المشكله تبني واحد اخر. في نظرك فين كاين الفرق وعلاش كاين هذا الاختلاف؟ الاختلاف يا صديقي كاين في نظرتنا للاشياء وفي طريقه التفكير ديالنا. كاين الناس افكارهم سوداويه، تقدر بكلمه وحده قالها لي شي شخص، تقدر الكلمه تكون عاديه او لا تقدر تكون كلمه عابره، ولكن بالنسبه ليه هو جرحاته. يقدر هذاك الشخص يقولها لك عن قصد او عن غير قصد، وانت بامكانك دير بزاف ديال الحوايج، يا اما تجاوبو يا اما ما تديش عليه، تقدر تلتمس ليه عذر. ولكن الانسان اللي كيفكر بطريقه سوداويه كيخلي هذا الشيء كامل وكيامن بديك الكلمه اللي قال ليه وكيصدقها وكيبدا يسقط فيها على راسه. انا فاشل، انا ما كنستحقش، الناس ما كتبغينيش الى اخره. وكيبقى الانسان اللي كيفكر بطريقه سلبيه كل مره كيتعرض لشي موقف او لشي كلمه جارحه او لشي حد كيتنمر عليه، كيبقى يشارجي في العقل ديالك. والعقل ديالنا بحال شي آلة، الا بقيتي كتشارجي فيها وكتعطيها نفس الفكره يوميا كتامن بها وكتصدق. الا كنتي كتقول انا فاشل كل مره وامنتي بهذه الكلمه، صدقني غادي تولي فاشل. والتفكير السلبي خطير لدرجه انك ما كتحسش به. الانسان اللي كيفكر بطريقه سلبيه ما كيحسش براسو انه كيفكر بطريقه سلبيه، لانه كيكون كيخدم عقله لا واعيا. فمع التكرار كل مره كتعرض لشي موقف كتبقى تكريه، العقل ديالك كيولي يشوف الحوايج كلهم سلبيين وكتبدا تسخط على الوضعيه ديالك، كتسخط على راسك، كتسخط على الناس، على المجتمع، على الدوله، على الحكومه، كل شيء كيولي بالك ماشي هو هذاك. وحتى الايام ديالك كتبدا تتكرر بنفس الطريقه وما كيكونوش عاجبينك. تخيل معايا الانسان اللي كيكون كيفكر بطريقه سلبيه ان فوا كيفيق ما كيعجبوش الحال. تخيل معايا انت يلا فايق ما عجبكش الحال، فايق عيان بعدا ما مرتاحش، كون ما كرهتيش كون ما فقتيش، بقيتي غير ناس. علاش؟ حيت العقل ديالك ديجا مضغوط وديجا عامل بالافكار وانت ناعس وانت كتشحن فيه بنفس الافكار. واحد المعلومه مهمه يا اصدقاء، اخر حاجه كيفكر فيها العقل كتبقى تدور فيه الليل كامل. داكشي علاش حاولوا ما امكن قبل ما تنسوا فكروا في شي حاجه مزيانه وفكروا في داكشي اللي كتحلموا به وكطمحوا ليه وباغيين توصلوا ليه، حيت فاش كنسوا العقل ديالنا كيبقى خدام وكيبقى يدور على نفس الفكره اللي فكرتي فيها قبل ما تنعس. مثلا الا انت واحد الانسان باغي تبدل حياتك، فان فوا كتفكر في فكره التغيير، فكره انك باغي تغير الاحسن، كتبدا تكرر الفكره عندك كل نهار، كتفكر فيها في الصباح في الليل وسط النهار وانت كتاكل وانت كتشرب وانت شاد تليفونك. اوتوماتيكمون العقل كيبدا يقلب على شي طريقه باش يخليك فعلا تبدل حياتك. اولا مثلا بغيتي تتعلم شي لغه جديده، بغيتي تتعلم لونجلي فور اكزامبل، كتبقى تفكر في الفكره، كطيح لك في المره الاولى، موراها كتفكر فيها اليوم، غدا، نهار اللي موراه، حتى كتلقى راسك هزيتي السيلو وجلستي بديتي كتقرا. يا صديقي العقل ديالنا كيخدم بهذه الطريقه هذه. اي فكره كتدخل لك لعقلك وكتكررها فكن اكيد ان العقل ديالك غيخدم عليها وغيحققها لك. اكيد انت دابا كتعيش واحد الحاجه كانت في الماضي غير فكره طاحت لك في عقلك ومع الوقت تحققت لك، وبعد مرات كتسول راسك كتقول كيفاش توصلت لها. العقل ديالك يا صديقي هو اللي وصلك لها، بالاضافه للقوانين الكونيه، قانون الجاذب الى اخره. اي حاجه فكرتي فيها كتكبر وكتتسع من نفس النوع ديالها. خاصك تعرف ان الكون ديالنا عامر بالطاقات اللي مسخرها الله سبحانه وتعالى لينا، ولكن كاين اللي ما كيعرفش يخدم بها، كاين اللي كيركز على الجانب السيء. الا ركزتي على المشاكل، ركزتي على الهموم، ركزتي على الاشياء الخايبه، كون اكيد انها هي غتكبر وغتتسع. ركزتي على الحوايج الايجابيه، على الاهداف ديالك، على احلامك، على النعم اللي عندك، كتكبر وكتتسع. داكشي علاش خاصك تخدم على راسك، تخدم على طريقه التفكير ديالك، تحسن من الجوده ديال الافكار ديالك. التفكير الايجابي يا صديقي كيبدل لك حياتك، كيبدل لك الطاقه ديالك، كيخليك هادئ، كينقص من التوتر، كتولي اكثر ثقه براسك، ما كتبقاش تخاف، كتولي عندك الصلابه النفسيه. وكل ما حسنتي بالجوده ديال الافكار ديالك كتبدا تامن براسك، وكل ما امنتي براسك الطريقه ديالك في العيش كتبدا تبدل، طريقه المشي ديالك كتبدل، الهضره ديالك كتبدل، الطريقه ديال المعامله ديالك كتبدل، الطريقه اللي كتشوف بها الحياه كتبدل. ولكن انتبه، الايجابيه ماشي هي انك تهرب من المشاكل، الايجابيه هي انك تواجههم وتكون عارف ومتيقن انك عندك القدره تجاوزهم. من دابا بدا تراقب الهضره اللي كتقول لراسك، حيت اكبر عدو ديالك هو صوتك الداخلي، يقدر يخدم معك ويقدر يخدم ضدك. والا كنتي دائما كتحطم نفسك حتى النجاح غيبان لك شي حاجه بعيده، ولكن الا تعلمتي تشجع نفسك في الحياه، حياتك غتبدل. في اخر هذا الفيديو بغيت نقول لك الحياه ماشي سهله ويمكن دازوا عليك ايام قاسيه بزاف، ولكن ما تخليش عقلك يزيد يعذبك. كون انت هو الشخص اللي غيوقف مع راسه ماشي ضده. شجع نفسك، آمن براسك وعطي لنفسك فرصة جديدة. العقل إلا غديتي بالخوف كيكبر الخوف، إلا غديتي بالأمل غيخلق لك حياة جديدة.